والناس جالسة تحاول تحتفل بإيش؟ تحتفل برأس السنة بالكريسماس. يا جماعة أنا اللي وقفة الحقيقة لابد أن تقال اليوم. يعني المسلم العاقل اللي يجب أن يفهم أول شيء وش في الكريسماس. الكريسماس هم يعتقدون على اعتقاد النصارى أنه يوم ميلاد ابن الله وهم المسيح، وهم يقيمون عيد ميلاد كما يدعون لابن الواحد الأحد الفرد الصمد. وهذا جانب عقدي خطير. الله ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فقوله أنه لي ولد وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا قول الله في الحديث القدسي. ثم أنا أبي أسأل الناس خاصة الفتيات والشباب، أمس الجوالات والمباركات وتهنئات وتعليق الشجرة واحتفال بالعيد الكريسماس، والعالم تقريبا يعج بهذا العيد. أقول تدروش معنى هذا العيد؟ أنت لما تقول ميد الواحد بالإنجليزي كما يقولون ميري كريسماس، يعني تهنيه بالكريسماس، معناته أنت تقول له أنا أقر وأعترف تعالى الله أن لله ولدا. هذه مصيبة. صحيح أن الناس لا يتلفظون بذلك، لكن هذا معنى هذا عيد الكريسماس. وأنا أقولها بالمعنى العامي. الذي يفرح بعيد الكريسماس ويذهب إلى النصارى ويهنئهم بهذا العيد كأنه يقول يا رب أنا مؤمن بك أنك واحد أحد فرد صمد، إلا أول يوم في السنة أو آخر يوم في السنة أبغاك تسمح لي، أنا لا أؤمن بقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اسمعوا الآيات: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا أسأل اللي يحتفل بعيد الكريسماس وهو مسلم، أو المسؤول اللي يسمح بالاحتفال في بلده، أو البائع التاجر اللي يبيع شجرة ويبيع غير ذلك، إذا جئت يوم القيامة أمام الله فردا أسألك بالله ماذا ستقول لله؟ أنني يا رب قبلت أن يهنأ بأن لك ولد، أو يقام عيد ميلاد للمسيح كما يقولون؟